قبل 3 ايام من عرض فيلم الملحد بيتمنع او بيتاجل عرضه لاجل غير مسمى. مش هتفرق كتير، كده كده السبب مش معروف. الفيلم اصلا كان متاجل عرضه 3 سنين. بس خلينا نسال السؤال المهم، هو ليه فيلم اثار الجدل مع انه مش اول فيلم بيتكلم عن الالحاد يعني؟ طيب خد نفسك واستنى، هاخد نفسي بس ونخش في الموضوع. نبدا الحكايه من الاول. الالحاد مش لسه موجود امبارح، موجود من زمان، يمكن قبل الاسلام كمان. صعب جدا تأرخ له، بس عشان تعرف امتى بدأ ممكن تربطه مثلا بايه؟ بالبوذية سنة 500 قبل الميلاد. بلاش يا عم، عندك مثلا ديموكريتوس اللي لغى وجود الآلهة، أو أبيكور أول فيلسوف ملحد صريح. طيب هي مصر فيها ملحدين أصلا ولا لأ؟ عايز أفاجئك، مصر فيها ملحدين، ولا ويمكن كمان عددهم 3 مليون. بدليل ان عدد الملحدين في مصر تجاوز 3 مليون. 3 مليون دراسات واحصاءات، بس انا ما اقدرش اجزم بيها الحقيقه. لا يعني وفعلا هو ما يقدرش ياكد. حاجه صعبه جدا انك تقدر تعمل احصاء. انك تخيل مثلا وانت بتعمل استبيان كده، اكيد يعني ما حدش هيكتب لك ملحد كده بسهوله، يعني الموضوع بيبقى صعب جدا. بعد كل الرغي ده عايز اقول لك ان الموضوع مهم جدا وحساس. بس دوره مش السينما اكيد، يعني السينما لو عرفت تعمل دور كتر خيرها، بس اكيد يعني السينما مش هي اللي بتعلم الناس. مش معقول هتعلم الفيزياء من السينما ولا هتعلم الطب من السينما وهكذا. الموضوع ملوش علاقه بالسينما. السينما كتر خيرها لو قدرت تضيف حاجه، ومش اكتر من كده، من غير ما يكون فيها اجنده. خلينا نتكلم عن رد فعل الناس، واللي كان رد فعلهم يخض الصراحه، لدرجه ان هاشتاج مقاطعه الفيلم بقى ترند. قدام موقف الجمهور كان موقف الصناع مختلف تماما. كان بيدافع عن الفيلم زي المخرج محمد العدل، واللي كتب على حسابه الفكر يتواجه بالفكر مش بالمنع والحكم للناس. اما ابراهيم عيسى فهو نشر على صفحته وثيقه موافقه الرقابه على الفيلم. المنتج احمد سبكي لسه بيحاول لحد دلوقتي انه يعرض الفيلم. اما الناقد طارق الشناوي، مع ان ناس كتير بتشكك فيه، بس طبعا ما اقدرش اتهمه بحاجه لانه ساعات بيقول اراء كتير الناس كلها بتبقى متفقه عليها. قال ان سبب ازمه الفيلم هو الهجوم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، ودي الحقيقه والله اعلم. وقال الشناوي ان المنتج احمد السبكي مش هيعرض الفيلم بره مصر ومش هيبيعه للمنصات عشان النتيجه هتبقى سيئه، وخصوصا ان الفيلم اتصور في مصر، وعرض فيلم زي ده بره مصر اكيد هيعمل ازمه كبيره. طيب خلينا نتكلم عن قصه الفيلم. الفيلم بيحكي عن يحيى، طبيب متمرد على افكار ابوه اللي رباه تربيه متشدده، والتربيه دي بتخليه ناقم على ابوه الشيخ المتطرف. وخلاصه يعني انه بيناقش التطرف الديني اللي ممكن يوصل الانسان للالحاد مثلا. اعلان الفيلم انا شفته، الفيلم ملوش علاقه بالترويج للالحاد بامانه، ولا حتى مهاجمه الدين حسب ما ظهر في الاعلان. بمنتهى البساطه لو بصيت له من زاويته البسيطه، قصه واحد متطرف وواحد ملحد وشكرا يعني. واستنى عليها شويه، اسمع كلام مصطفى درويش الله يرحمه. قررت انا مصطفى درويش بمقاطعه اي برنامج لابراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد، وبيكمل لغايه اخر البوست لحد نقطه ملحوظه. فيلم الملحد مفيهوش اي حاجه تشجع الالحاد، عشان بس احترام لصناع العمل وابطاله. وده اللي باكد عليه، ان المشكله مش في الفيلم، المشكله الحقيقيه في الاستاذ ابراهيم عيسى، لان برامجه مثيره للجدل. طيب انا ايه رايي؟ مع ان رايي مش مهم. الفيلم انا اكيد ما اتفرجتش عليه، فمش عارف ان كان فيه ازدراء ديني ولا لا، فضلا ان ما عنديش علم ان في حد مختص من الازهر شاف الفيلم ولا لا. لكن اللي عايز اقوله ان اي فيلم مطلوب منه يقدم ماده سينمائيه فقط، واي حاجه تانية هي زياده، سواء كانت فلسفه او دين، فلازم تكون حاجه نبيله، والغرض منها نبيل من غير ما يكون فيها اجنده.